صباح الخير محبين الزراعة. طبعا اليوم موضوعنا تقريبا يختلف عن بعض، يعني بعض الشيء، انه هو جماعة اللي ما يحب يصرف على الزرع. عندكم 3 نباتات، اذا تجيبونها بعد ما تجيبون يعني ما تشترون بعد. وجماعة ثم لهم شوية لهم خلق مزاجيات، يعني اليوم يحب يزرع باكر ما له خلق. فعندكم يعني تقريبا هسه أنا عندي 3 نباتات، هي البتونية الصحراء لها طبعا البنفسجية، هي 3 ألوان. هذا اللون البنفسجي، واللون الثاني هو هذا الأبيض، هذا الأبيض. طبعا يتكاثر، قلنا لكم اللي ما يحب يصرف وما يتدخل بالنبات، يعني خلص ما يتدخل بالنبات. شنو هو؟ قلنا لكم البتونية الصحراء تتكاثر من البذور، هاي البذور مالتها يعني بحتها ما جيت خلاص ما له غرض بيها، ما عوفة ما له غرض بيها. هذا أول نبات. النبات الثاني شلون راح اوصل لك؟ النبات الثاني هو فك التمساح، اللي خلنا اطلع لكم. هذا هو فك التمساح اذا شايفينه، هذا فك التمساح. طبعا جوا الشجر صاير اخضر، اسوي لكم ذاك بعد مزهر. طبعا هذا يسمونه فك التمساح. هذا يتكاثر نفس الشيء، هم تلقاء نفسه. خلنا اروح لكم للثاني وشوف شلون تلقاء نفسه. تفك التمساح هذا ثاني واحد. هاي جماعة اللي ما يحب يصرف على الزرع، هذا المقطع يفيدكم. طبعا هذا هو، هذا هنا مزهر صار له هواي، حتى الورد ماله انتهى. طبعا شلون يتكاثر؟ هذا البتون صح قلنا لكم يطيح البذور مالته تتكاثر معده. هذا يتكاثر بالخلفات، اذا تلاحظون هذه الخلفات تطيح بالقاع، هم توقع تتكاثر. هسه اذا تلاحظون جوا هواي. لو هسه خليني اشلح لكم واحده. شوف هسه اشلح لكم كومه مو واحده. شوفوا هذا بدون ما اتدخل به، لا لي غرض به ولا. شفت تكاثر من بعده. هذا النبات الثاني، خليه هنا حتى نرجع نزرعه، ما نريد نأذي نبات. طبعا الثالث، خلنا نروح للثالث، هو نبات هم صبار. صبار هو صبار الجاف، اللي هذا النوع الالوفيرا، يعني خصوص الصبار تقريبا. هذا طبعا هذا جبت واحد تقريبا هسه عندي فوق 70، انه يتكاثر بالخلفات. هاي قدامك ما تدخل بيته.